السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ اهلا بكم في اول فيديو من السلسلة اللي هنبدأ نشرح فيها ازاي نعمل انترو زي اللي هتشوفوه قدامكم بالظبط. بلاش كلام كتير ويلا بينا نبدا. خلينا قبل ما ندخل في الستوري بورد نديكم نبذه بسيطه عن يعني ايه ستوري بورد اصلا. هي زي ما انتم شايفين رسم كروكي بيوضح المشاهد بتاعه البروجكت هتبقى ماشيه ازاي، بحيث ننظم افكارنا من الاول قبل ما نخش في مرحله التصميم. فخلينا نخش على المشهد الاول. مبدئيا الحته اللي في النص دي هي اللوجو، صغير خالص يكاد يكون مش باين في المشهد، وفي شكلين بيطلعوا في الزوايا هنا بحيث انهم يقفلوا المشهد خالص وهيلتقوا في الخط اللي في النص ده كده بالظبط. بعد كده الخطوه الثانيه، بعد ما هم خلاص التقوا على الخط اللي في النص ده، اللوجو بيكون كبر وبيلف بشكل 3 دي كده حوالين نفسه، واسم القناه بتاعتك بيبقى مقسوم على جزئين. انا حتى خليته هنا بشكل مبدئي يبقى يور نيم، فاول جزء من الاسم هيتحرك من فوق لتحت بالزاويه دي كده، والنص التاني بيتحرك من تحت لفوق بالزاويه دي، بحيث ان نقطه الالتقاء ما بينهم تكون على نفس الخط اللي اتقفل هنا. وقبل ما ننتقل للمرحله الاخيره، المشهد ده هيبدا يتحرك كله كده بزاويه، هيلف بالزاويه دي كده، بحيث ان الخط ده اول لما يجي المشهد الاخير هيكون لف، بدل ما هو كان كده هيبقى كده بالشكل ده، فهيكون لف بالزاويه دي كده. تمام. واللوجو ده بطبيعه الحال هيصغر زي ما هو باين هنا كده، وهيرجع لنقطه الصفر تاني وهيختفي، وهتطلع خلفيه بشكل اللوجو هنفهم هنعملها ازاي في الاخر، وهيظهر في الخلفيه شكل اللوجو بطريقه معينه هفهمكم هتتعمل ازاي واحنا شغالين باذن الله. وهيبقى مقسوم لنصين، نص هيطلع من تحت لفوق ونص هينزل من فوق لتحت. وطبعا النص اليمين والنص الشمال هيبقوا الوان مختلفه، فعشان كده سميتهم كلر 1 كلر 2. وده كده هيبقى الجزء بتاع الخلفيه. طبعا تكمله المشهد هو نفس المشهد بالمناسبه، بس الجزء اللي فوق ده هو الخلفيه، والجزء اللي تحت هو الحاجه اللي هتبقى قدام الخلفيه او فوق الخلفيه بمعنى اصح. وهتبقى عباره عن جمله thanks for watching، وهتبقى حروفها متفرقه وهنجمعها مع بعض بطريقه معينه، واحنا هنجمعها مع بعضها بطريقه معينه كده. وهيظهر معانا هنا القوسين اللي بيلفوا حوالين بعض وبيعملوا المساحه اللي هيتحط فيها لوجو القناه، والقوسين دول هيبقوا كبار وهيصغروا، والمربعات دي واحد هيجي من على اليمين واحد هيجي من على الشمال. جميل جدا. وعادي جدا ان احنا نيجي في نص التصميم نحس ان حاجه معينه مش ظابطه او ما كانتش زي ما احنا متخيلين، فنعدلها ونظبط فيها، ده شيء طبيعي جدا. بس هي الفكره طبعا من الستوري بورد زي ما قلت لكم انها بترتب افكارك من الاول، بحيث حتى لو ظهر اي حاجه مختلفه هتبقى في اطار الحاجه اللي انت حددتها قبل كده واللي انت فكرت فيها براحتك ومسحت وعدلت اللي انت عايزه قبل ما تضطر تخش تظبط كل حاجه في الافتر افكتس، ولو حاجه ما عجبتكش تقعد تمسح وتعدل. احنا حلينا الموضوع ده من الاول، وبكده نكون فهمنا بشكل مبدئي الاوترو هيبقى عامل ازاي، وهنبدا نخش على الافتر افكتس. ووارد جدا وسط التصميم نحس ان حاجه معينه مش ظابطه زي ما احنا عايزين او ما كانتش زي ما احنا متخيلين. يعني الستوري بوردز دي ما هياش قران مثلا او قانون او حاجه زي كده لازم نمشي عليه بالظبط، بس هي حاجه بتسهل علينا وبتوفر علينا مجهود التفكير من الاول. وحتى لو طلعت اي فكره جديده غالبا بنسبه كبيره هتكون في اطار الحاجه اللي احنا حددناها قبل كده. جميل، يلا بينا نبدا. طيب فتحنا البروجكت بتاعنا وهنبدا دلوقتي نضيف الحاجات اللي احنا عايزينها. مبدئيا انا بس مش عايزك تتخض من الحاجات اللي متضافه هنا والحاجات اللي هنا، دي شويه سكريبتات انا ضايفها من عندي عشان تسهل عليا اجزاء معينه، بس مش هنستعملها في الشرح ده خالص لحد ما باذن الله بتكلم عنها في فيديو منفصل ونفهم كل واحد فيهم بيعمل ايه. هنعمل نيو كومبوزيشن من هنا وهنسميه مين كوم. ده هيبقى الكومبوزيشن الاساسي بتاعنا اللي هيبقى فيه كل حاجه. بالنسبه لي هعمله بعرض 1920 وارتفاع 1080، ولو امكانيات جهازك ما تسمحش ممكن تخليه 1280 في 720، والفريم ريت هخليه على 60 فريم. وبرده لو جهازك مش احسن حاجه ممكن تخليه على 30 فريم مفيش مشكله. وبعد كده هنحدد مده الكومبوزيشن. انا هخليه مثلا انا عاده بخليه 20 ثانيه بالمنظر ده كده، ونضغط على اوكي وهيطلع معانا الكومبوزيشن بالمنظر ده. خلينا بقى نبدا نضيف الشاترز اللي هتظهر من الزاويه هنا. انا هضيف اللوجو بتاعي هنا عشان هحتاج الالوان بتاعته وانا بحط الشاترز دلوقتي. هغير اسمه بس اخليه لوجو بالمنظر ده كده. جميل. بعد كده هنبدا نضيف الشاترز بتاعتنا. هنخش على لاير، اوكي الحاجات مقفوله محتاجين بس نضغط هنا على التايم لاين. بعد كده لاير نيو ونختار سوليد. طبعا احنا محتاجين اللون بتاع اللوجو فمعلش هنكنسل دي، نفتح اللوجو عشان يبقى ظاهر معانا هنا كده، ونرجع نحدد التايم لاين تاني. نخش على لاير نيو وبعد كده سوليد. طبعا الاختصار بتاعه كنترول واي مباشره. هنضغط عليه وهيطلع لنا اول سوليد. هنبدا ناخد اللون بتاعه من هنا ونحدد اللون بتاع الخلفيه او اللون الابيض بتاع اللوجو ايا كان اللي هيريحك. انا هبدا بالخلفيه. بعد كده اوكي، وهنضيف كمان سوليد بس المره دي هنضيفه عن طريق الاختصار اللي هو كنترول واي. هيفتح معانا بالمنظر ده، ونبدا ناخد الاي دروبر من هنا وناخد اللون الثاني اللي هو الابيض. وبعد كده اوكي. كده انا ضمنت ان السوليدز بتاعتي بنفس الوان اللوجو بالظبط. طبعا لو انت غلطت في اي وقت واخترت لون غلط بكل بساطه هتحدد السوليد اللي انت عايزه، وبدل ما كنت هتضغط على كنترول واي هتضغط على كنترول شيفت واي، هيفتح لك نفس السوليد وتقدر تغير اللون تحطه اي حاجه. نفترض مثلا اللي هو الاحمر اللي هنا ده كده او الاخضر ايا كان مش مشكله. اوكي
وهيتعدل معانا بالمنظر ده. طبعا انا هضغط كنترول زد عشان مش عايز الكلام ده. وبالمناسبه يا شباب، من دلوقتي الزراير اللي انا بضغط عليها هتظهر كلها معاكم تحت هنا، بحيث تبقوا عارفين انا بضغط على ايه باستمرار. هنبدا بقى نخفي السوليد الاولاني ونشتغل على التاني، ونفس الحاجات اللي هنعملها في التاني هنرجع نعملها على الاولاني تاني. مبدئيا مجرد لما بتيجي تضغط على السهم اللي هنا ده هيظهر لك كل الافكتات اللي موجوده في اللاير اللي انت محددها. هنبدا نفتح الترانسفورم، وهيظهر عندنا الانكر بوينت اللي هي النقطه اللي في النص دي، والبوزيشن اللي هو المكان، والسكيل اللي هو الحجم، والروتيشن اللي هو الدوران، والاوباسيتي اللي هي الشفافيه اللي بتتحكم اذا كان الشكل هيبقى ظاهر ولا مختفي. نضغط على كنترول زد عشان نرجع كل حاجه كما كانت ونبدا نشتغل. انا دلوقتي عايز اخد بس السوليد ده، هبدا احركه لتحت لحد ما يبقى في الزاويه بالظبط. فخلينا برضو نعمل زوم هنا من الت والسكرول، ونضغط على كنترول واحنا بنتحرك بحيث ان هو يقلل السرعه بتاعه الحركه. جميل، انا عايزه تقريبا هنا كده. وبعد كده من الت والسكرول هنعمل زوم اوت بحيث نشوف الدنيا عامله ازاي. طيب احنا اتفقنا ان احنا عايزين الاخ ده هيلف بالمنظر ده وهيقوم قافل المشهد من النص، يعني ده تقريبا هيلف لحد نص المشهد، والابيض اللي احنا هنظبطه كمان شويه هيملى النص التاني. بس خلينا في ده دلوقتي. لما نيجي نحرك الروتيشن هنلاقي ان هو بيلف حوالين النقطه اللي في النص. انا مش عايزه يعمل كده، انا عايزه يلف حوالين النقطه دي بحيث ان هو يقفل تماما من هنا. فمحتاجين نحرك الانكر بوينت دي بحيث ان هو يلف حوالين الجزء اللي هناك. فهبدا اختار دي وهبدا احرك الانكر بوينت بالمنظر ده، وهضغط على كنترول في الكيبورد بحيث تلزق هنا كده. وبعد كده هرجع اختار السلكشن تول بتاعتي من تاني. بعد كده هبدا احرك الروتيشن لحد ما يبقى كده مثلا. بس هلاحظ لما اجي اشغل الفيديو ان مفيش حاجه بتتحرك، السوليد ثابت مكانه ولا كاني عملت اي حاجه. وهنا تيجي فكره الكي فريمز اللي احنا هنبدا نتكلم عليها دلوقتي. خلينا نعمل كنترول زد ونيجي هنا نعمل كومبوزيشن جديد اشرح لكم فيه الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. وخليني اضيف شيب من هنا، هو حدد لي اللون الاحمر خلاص. وهضغط على كنترول الت هوم بحيث الانكر بوينت ترجع للنص بالظبط. جميل. بص يا سيدي، هفترض مثلا ان انا عندي المربع ده عايز احركه من هنا لحد هنا، فهبدا ارجعه لحد هنا وهفتح الافكتات بتاعته بالمنظر ده، وهبدا اخش على الترانسفورم وهبدا اتعامل مع البوزيشن اللي هو بيتحكم بالمكان. فهوقفه عند الحته اللي انا عايزه يبدا عندها هنا مثلا، وهرجع بالمؤشر ده للصفر وهضغط على الستوب واتش اللي جنب البوزيشن. جميل. هو دلوقتي عمل لي حاجه اسمها الكي فريم. ايه فكره الكي فريم ده بقى بالظبط؟ وظيفه الكي فريم هو بيقول للبرنامج ان في الثانيه اللي انا موجود فيها دي، اللي هي الثانيه صفر دلوقتي، المربع هيكون في البوزيشن اللي قيمته بالشكل اللي هنا ده. بمعنى تاني، المربع في الثانيه صفر هيبقى في الحته دي بالظبط. هبدا بقى اتحرك مثلا، هقول كمان ثانيه مثلا، وهبدا اغير البوزيشن من هنا، اخليه كده مثلا، او ممكن بايدي احرك المربع للحته دي كده مثلا. جميل. مجرد لما ارجع للصفر هلاحظ ان المربع بيرجع معايا. هبدا اضغط على مسطره، هلاقي المربع بيتحرك معايا بالمنظر ده. جميل. نفس الحكايه بالظبط نقدر نعملها في الروتيشن. حطيته في الثانيه الصفر هنا مثلا، وهنمشي كمان نص ثانيه مثلا، وهخليه يلف 90 درجه كده مثلا. هبدا اتحرك هلاقيه بيعمل كده. اعتقد كده الفكره وصلت. خلينا بقى نمسح الروتيشن، وانا دلوقتي عايز اتحكم بالبوزيشن بس. انا ملاحظ ان انا لما ببدا اشغل الحركه بتشتغل خبط لزق كده، اللي هو بيتحرك من هنا شبه الروبوت، يقف هنا مره واحده كانه خبط في حته. فانا مش عايز الحركه دي، انا عايزه يبدا بطيء. يعني انا عايزه يتحرك بالمنظر ده، يبقى بطيء وبعد كده يسرع ويرجع يبطأ تاني في الاخر بالمنظر ده. لو الفكره ما وصلتش هتفهمها دلوقتي. خلينا الاول نحدد الاثنين كي فريمز دول، ونضغط كليك يمين ونضغط على كي فريم اسيستنت ونختار ايز. هنلاقي الكي فريمز عندنا اتحولت بالمنظر ده. او كان ممكن بكل بساطه بدل ما تقعد تخش على القوائم دي كلها، مجرد ان انت تحدد بس الكي فريمز وتضغط على F9 هو عمل لك الايز اوتوماتيك. جميل. نبدا بقى نخش على الجراف اديتور، واللي منه هنقدر نتحكم بالسرعه بتاعه المربع الصغير اللي هنا ده. نبدا نخش على الجراف اديتور وتضغط كليك يمين في اي حته فاضيه، وتتاكد انك موجود على السبيد جراف مش الفاليو جراف. لو لقيته بالمنظر ده هتبدا ننزل تحت، هنبدا ننزل تحت شويه. اوكي، هو عامل كده ليه؟ اوكي، نضغط على كنترول والسكرول مع بعض، هنلاقيه بيصغر معانا بالمنظر ده. طبعا لو عملت الت مع السكرول هتزود حجمه بالعرض، وممكن بكل بساطه تفعل الخاصيه دي بحيث ان هو يظبط لك الحجم اوتوماتيك مجرد لما تدخل على الجراف اديتور. جميل. فهنيجي نبص على الكيرف، هنلاحظ ان المربع فعلا سرعته في الاول بتبقى صغيره وتكبر لحد ما توصل لاقصى قيمه ليها وترجع تقل تاني. فانا بتحكم في الموضوع ده ازاي؟ خلينا نبدا نحدد النقطه اللي في الاول هنا ونبدا نسحب دي كده، ونحدد النقطه اللي في الاخر ونسحبها الناحيه الثانيه. واضح من الكيرف ان السرعه في الاول بتبقى صغيره خالص لحد ما تيجي عند نقطه معينه وبتكبر جدا، وبعد كده بترجع تصغر تاني لحد الصفر. نبدا نشغل ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. جميل، هي دي اللي انا كنت عايزها. طيب خلينا بقى نفترض ان انا عايز اخلي المربع ده يطلع شبه طلقه المدفع. طلقه المدفع بتطلع بسرعه كبيره جدا وبتهدي في الاخر. هنفترض انها طلقه تقيله شويه، طلقه رخمه. جميل. فخلينا نبدا نحدد النقطه دي ونرجعها للاخر خالص، وناخد النقطه دي ونحركها لاقصى حاجه ناحيه الشمال. هنلاحظ طبعا ان السرعه كبيره جدا في الاول وبتهدي مع الوقت. نيجي نشغل هتبقى بالمنظر ده، كانك بالظبط خبطته بحاجه من ورا. طب انا عايز العكس بقى، عايزه يبدا يجري وكانه مثلا خبط في حيطه هنا، عايزه يقف مره واحده في الاخر. هنعمل العكس بكل بساطه، نشد دي للاخر وناخد دي ونسحبها للناحيه الثانيه بالمنظر ده. نبدا نشغل،
هيعمل الخبطه دي. طيب انا بقى عايز الشطر بتاعي يبقى بالشكل الاولاني، عامل بالظبط شبه طلقه المدفع. هنبدا نرجع للمين كومب الجميل بتاعنا ونخش على الروتيشن. احنا طبعا حددنا خلاص الانكر بوينت هنا، وهنبدا نروح مثلا ثانيه قدام ونحرك الروتيشن لحد ما يبقى هنا كده مثلا، عايزينه في النص. طبعا هو الحجم بتاعه مش مكفي، فهنبدا نكبره من هنا كده. جميل. نبدا نزود الروتيشن، وعايزين نظبطه في النص، فهنضغط على كنترول بحيث سرعته تقل قوي. خلينا نعمل زوم من الت والسكرول. احنا عايزين نلفه بايدينا، خلينا مثلا نجيب الروتيشن تول من هنا ونبدا نلفه بالمنظر ده كده. اوكي حلو، يعني خليه يزيد سنه صغيره عشان الابيض برده لما يجي يغطوا على بعض تماما ما يبقاش فيه اي فراغ في النص. هنيجي طبعا نتفرج على الانيميشن، هنلاقي السرعه مش احسن حاجه. هنبدا نحدد الاثنين دول F9 زي ما اتفقنا. نخش على الجراف اديتور، نبدا ننزل تحت شويه اهو، نسحب ده ناحيه الشمال خالص، ونبدا نسحب ده ناحيه الشمال بحيث ان هو يطلع شبه طلقه المدفع زي ما اتفقنا. نشغل، هيطلع معانا بالمنظر ده. جميل. انا عايز اخد بقى نفس الانيميشن ده هعمله بالظبط على الوايت سوليد. هنبدا نظهره عشان نظبطه. طبعا هنحدد السلكشن تول من هنا عشان نقدر نحركه، ونبدا نرفعه لفوق واحنا ضاغطين على شيفت عشان يطلع بشكل عمودي. خلينا نعمل زوم اوت بحيث نشوف الدنيا. نطلع فوق تاني كده لحد اما تقريبا اوكي كده معقول. وخلينا بقى ناخد الانكر بوينت من هنا، نبدا نحركها هنا. طبعا نضغط على كنترول عشان يثبت معانا هنا بالظبط، ونرجع تاني نفتح الروتيشن زي ما عملنا هنا بالظبط. بس في اختصار سريع كده او حاجه ظريفه هتسهل عليك الموضوع ده جدا. بدل ما تقعد تفتح الاعدادات وتفتح ترانسفورم وتلاقي قدامك اعدادات كتير وانت بس مش محتاج منهم غير الروتيشن وواخدين منك مساحه هنا على الفاضي، فبكل بساطه انت هتضغط على اللاير اللي انت عايزها وهتضغط على ار هيقوم فاتح لك الروتيشن. لو ضغطت على اس هيفتح لك السكيل لوحده، لو ضغطت على البي هيفتح لك البوزيشن لوحده، لو ضغطت على التي هيفتح لك الاوباسيتي لوحدها. طب لو افترضنا مثلا ان انا عايز اتحكم بالروتيشن اللي هو الدوران والبوزيشن مع بعض، بنضغط على ار الاول عشان يظهر لنا الروتيشن، وبنضغط على شيفت بي عشان يطلع لنا البوزيشن. عايز السكيل اضيفه معاهم يبقى شيفت اس بالمنظر ده. طيب انا دلوقتي مش عايز غير الروتيشن، فهبدا اتحكم بيه بالمنظر ده. نرجع لنقطه الصفر، نحط اول كي فريم وابدا اتحرك كده لحد ما اوصل للكي فريم ده بالظبط. ولو مش عارف تظبطه قوي هتضغط بس على شيفت في الكيبورد وانت بتتحرك، هتلاقيه لزق فيه اوتوماتيك مجرد لما تقرب منه. نبدا نجيب الروتيشن تول ونعمل زوم الناحيه دي كده. نبدا نسحب الاخ ده كده لحد ما يقفل على الاسود تماما كده. قفل ولا في فراغ؟ انا حاسس ان في فراغ. خلينا نزود اللفه شويه صغيرين. حلو كده. جميل. طبعا حجمه مش مكفي تماما، فهنبدا نجيب السلكشن تول ونزود الحجم بتاعه شويه. جميل جدا. طبعا نفس اللي عملناه تحت عايزين نعمله فوق، فهنضغط على F9 ونخش على الجراف اديتور ونبدا نسحب الاخ ده الناحيه دي كده، وناخد السلايدر الثاني نسحبه ناحيه الشمال، وبالطريقه دي نكون خلصنا الانيميشن بتاعنا. طبعا ما فعلناش الخاصيه دي. نرجع تاني نقفل الجراف اديتور ونبدا نقفل كل اللي احنا عملناه. اوكي جميل. اخر حاجه هنعملها في الفيديو بتاعنا ان احنا هنضيف اللوجو بتاعنا. هنبدا ناخد اللوجو الجميل ونحطه تحت هنا كده. انا عايزه بقى يفضل يكبر يكبر لحد الثانيه 1 وبعد كده يرجع يصغر تاني عند الثانيه 2. هنبدا نخش على اللوجو ونضغط على اس عشان نطلع السكيل، نفتح الستوب واتش بالمنظر ده ونمشي لحد الثانيه الاولانيه، طبعا نفس المكان بتاع الكي فريم ده، ونحط كمان كي فريم ده طبعا الشكل النهائي، ونحط كمان كي فريم عند الثانيه 2. نبدا بقى نغير في قيم الكي فريمز دي. نرجع للكي فريم الاولاني اللي هنا ده، وهنغير قيمه السكيل نخليها 0، وعند الكي فريم الاخراني هنخليها 0 برضو، وفي النص هتبقى قيمته 100. خلينا نشغل الانيميشن ونشوف اللي هيحصل. جميل. طبعا عزيزي المشاهد انت عارف ان احنا مش هنسيب الانيميشن كده. نبدا نحدد الثلاثه دول F9، نخش على الجراف اديتور. وخلينا بقى قبل ما نعمل اي حاجه في الجراف اديتور، احنا اصلا عايزين الانيميشن يبقى عامل ازاي. انا عايز اللوجو يبقى صغير خالص. اللوجو هو صغير خالص يتحرك باقصى سرعه ليه، ويهدي سرعته خالص في النص لما يوصل لاكبر حجم ليه، ويرجع يزودها تاني لحد ما يوصل للصفر. جميل. فده هنعمله ازاي؟ انا طبعا عايز السرعه اللي في الاول تبقى اكبر حاجه، فهرجع ده لورا خالص بالمنظر ده، وهنا عايزها تبقى اقل حاجه، فهبدا اسحب الاخ ده ناحيه الشمال. طبعا خلي بالك ما تنزلش بيه لتحت، خليه هنا كده. ونفس الحكايه بالنسبه للناحيه الثانيه، هنزود ده للاخر بحيث السرعه تفضل هاديه في النص، ونصغر ده للاخر خالص. جميل. انا مش عايز اكتر من كده. نبدا بقى نشغل الانيميشن. اوكي زي الفل جدا. انا مش عايز اكتر من كده. اخر حاجه بس هنعملها في الفيديو عشان الجزئيه دي هنحتاجها جدا بعد كده. انا محتاج امسح اللوجو ده، هرجع اضيفه من الاول تاني. دلوقتي اللوجو متصفر تماما ومفيش عليه اي اعدادات او اي حاجه متضافه. هبدا اخد اللوجو ده واضغط كليك يمين واعمل له حاجه اسمها بري كومبوز. انا عايز احط اللوجو ده في كومبوزيشن منفصل. خلينا نعمل بري كومبوز ونسميه لوجو كومب ونضغط على اوكي. جميل كده حطيناه في كومبوزيشن منفصل، وهنعمل نفس التعديلات بتاعتنا على الكومبوزيشن ده. طبعا لو ضغطنا دبل كليك على الكومبوزيشن ده هنلاقي اللوجو هو بس اللي جوه. هنرجع تاني للمين كومب اللي هنا وهنحدد اللوجو كومب وهنضغط على اس، وهنعمل نفس الكلام بالظبط. خلينا نعمل الستوب واتش، وده الكي فريم بتاع الحجم الاساسي. نبدا نحركه ناحيه الواحد هنا كده تقريبا تمام، ونرجع للاول هنا ونحدد ده يبقى بصفر، ونضغط كنترول سي بحيث ننسخ الكي فريم ونروح للثانيه الثانيه كنترول في. هنلاقي ان احنا عملنا نفس الكي فريمز بس بطريقه مختلفه. هيطلع معانا الانيميشن طبعا بالطريقه اللي احنا عارفينها. نحددهم كلهم F9
نخش على الجراف اديتور، نرجع تاني للسبيد جراف اللي احنا عارفينه، والسلايدر اللي هنا هنقفله خالص، واللي هنا هنفتحه على الاخر، وده كمان نفس الحكايه بالظبط، ونبدا نصغر ده بالمنظر ده كده زي الفل. جميل جدا. انا هقف في الفيديو لحد هنا، مش هنطول اكتر من كده عشان ما نصعبش الموضوع على الناس اللي اول مره تتعامل مع الافتر افكتس. وبدايه من الفيديو الجاي باذن الله هنرجع نكمل الخطوات اللي باقيه، اللي هي الحركه 3 دي للوجو. هنبدا نحط الاسم بالمنظر ده ونخلي المشهد كله يلف، وهنفهم الكلام ده بيتعمل ازاي. وباذن الله على ما تيجي الحلقه اللي جايه عايز الناس تفكر وتكتب لي تحت في الكومنتات ليه حطينا اللوجو في كومبوزيشن منفصل. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه اللي جايه. مع السلامه.